لو سألتني وقلت لي يا فادي انا عايز اصور فيديو لخدعة سحرية ويبهر كل المشاهدين اللي بتشوف الفيديو ده، اصور انهي خدعة؟ هقول لك صور الخدعة اللي انا هعلمها لك في الفيديو ده. عندي هنا 3 كروت لونهم بلاك و3 لونهم ريد، وان الست كروت دول عمرهم ما هيتلخبطوا ابدا في بعض. بمعنى ايه؟ تعال نفصلهم كده عن بعض. بقى عندي هنا 3 لونهم ريد و3 لونهم بلاك. ناخد ورقة ريد وورقة بلاك، ورقة ريد ورقة بلاك، ورقة ريد ورقة بلاك. كده المفروض ايه اللي يحصل؟ خلاص الورقة يعني اتلخبط في بعض. بس لما نيجي نعمل كده ونعمل كده هنلاقي ان اول 3 كروت لونهم بلاك والثلاث كروت اللي بعديهم لونهم ريد. يلا بينا نشوف الشرح مع بعض. اللعبة دي عشان تعملها بتجيب 3 كروت لونهم ريد و3 كروت لونهم بلاك. واللعبة دي بالمناسبة اسمها water and oil، عوضت لساني سوري، اسمها المياه والزيت. فليه بقى المية والزيت؟ لان المية والزيت عمرك ما تقدر تخلطهم على بعض. لازم تبين قدام الكاميرا اللي انت عندك 3 لونهم بلاك و3 لونهم ريد. التريك بقى ان انت بالصباع ده بتكون دايما ماسك الورقة الرابعة من على اليمين اللي هي لونها اسود، وبالصباع ده بتكون ماسك الورقة التالتة من على اليمين اللي هي لونها احمر، وبتبدلهم بالمنظر ده وانت بتنزل يعني كده. بس طبعا مش هتبينهم بنفس المستوى كده، لا لازم وانت بتنزل وتلاقي ويكون الورق في مستوى الكاميرا كده. طبعا ملاحظتش اي حاجة. فبقى عندي هنا التلاتة لونهم اسود والتلاتة لونهم سوري، ده الاحمر وده الاسود. بتمسك الكارت من على اليمين تحطه، تقول ريد بلاك، ولازم تقولها بصوت عشان المخ يستوعب او تأكد المعلومة اللي المخ والعين شايفاها. بعد كده الورقة الراوند اللي بعديه بتبينها بقى للكاميرا، ادي ريد بلاك. طبعا دول بقى مش هينفع توريهم للكاميرا، بس انت بتقولها برضو بالصوت، تقول له ريد بلاك. طبعا هو كده مخه وعينه خلاص، هو 100% الورق متلخبط، عمرهم ما يحصل حاجة غير كده. فلما نيجي بقى نمسك الورق ونعمل اي حركة سحرية هنلاقي ان التلاتة البلاك ورا بعض والتلاتة الريد ورا بعض. لو عجبتك الخدعة متنساش تعمل لايك وفولو، واستنوني في الفيديو الجاي. ثانك يو.